السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. احلى متابعين واصحاب واخوات، بحبكم في الله. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفطير المقلي في الزيت. اللي بنرش عليه سكر، ده اللي كانت امهاتنا بتعمله لنا زمان. ده ما بياخدش وقت خالص وبيطلع جميل جدا. وهعمله لكم بقى بطريقة، يعني الطريقة دي محدش عملها قبل كده. انا بعمله بيبقى مورق من جوه، وتحفة جدا في طعمه، وبيطلع طري قوي ومش بيشد كده في الاكل. زي ما انتم شايفين كده، طالع مورق وجميل ولونه حلو قوي، وما بياخدش مننا وقت خالص ولا مكونات اساسا. يعني بنعمل فطير في تلت ساعة، بنعمل طبقين فطير حلو بكمية دقيق بسيطة جدا وبأقل الامكانيات اللي عندنا. هنسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول. ده نص كيلو دقيق يا جماعة. نص كيلو دي هما بالظبط كانوا 600 جرام. بجد يعني هما كانوا 600 جرام متبقيين عندي. لما وزنتهم لقيتهم 600 جرام. حطيتهم وحطيت عليهم معلقتين سكر ورشة ملح، وكمان حطيت ربع معلقة من البيكنج باودر، ربع بس عشان هم نص كيلو دقيق يعني مش كتير. هنحط كده المكونات كلها ونقلبها على بعضها. وبعد كده بقى نعجن بمية عادية جدا. تمام. بس اهم حاجة واحنا بنعجن نخلي العجينة بتاعتنا مش ناشفة قوي، يعني مش يابسة. تبقى العجينة كده ايه، طرية نوعا ما. تمام. بس يعني مش بتلزق، نقدر احنا ايه نشكلها بسهولة. فاحنا بنعجنها كويس بقى كده ونخدم العجينة كويس زي ما احنا متعودين. بنحط لها المية سنة بسنة عشان ما نحتاجش دقيق تاني، لان ما عندناش دقيق بصراحة. فاحنا ايه بالراحة كده عشان ما نزودش دقيق. فبدأنا نعجن كده في العجينة ونزود المية حبة بحبة. وبعدين نزلناها بقى بعد ما عجناها في الطبق، نزلناها على الرخامة وبدأنا نخدمها على الرخامة لحد ما تتلم في ايدينا كده وتبقى ناعمة، وتبقى اتعجنت كويس جدا. بعد كده بقى بعد ما بنعجنها، يعني ما بترتاحش هي. مجرد 5 دقايق او 10 دقايق كده بس ترتاح، حاجة بسيطة قوي. وبعد كده نقطعها. تمام. هنقطعها بقى ايه، كور صغنونة كده قد بعضها تقريبا. هنحط شوية زيت في طبق ونبدأ بقى ناخد على طول، او نبدأ بأول واحدة احنا عملناها. نحطها في الزيت كده ونبدأ نفردها كده بإيدينا لحد ما نرقها خالص خالص خالص. عارفين الفطير المشلتت؟ هو زي الفطير كده، بنفرد نفرد نفرد جدا. مش محتاجة نشابة ولا حاجة، بإيدينا كده اهو بنبدأ نفرد لحد ما تتفرد وتبقى شفافة كده معانا. بالزيت، لان هو طبعا هو هيتقلي في الزيت اصلا، مفيش داعي للسمنه. فاحنا هنفردها لحد ما تبقى تشف معانا كده، ونبدا نطبقها 4 تربع على بعضها. تمام. بعد كده بقى بنلمها تاني كورة زي ما كنا مقطعينها كده ونركنها. تمام. يبقى هنعمل كله بالشكل ده. نبله في الزيت كده، وعشان بس يتفرد معانا حلو وبسهولة ويرق معانا كده لحد ما العجينة تشف خالص، ونبدأ نطبقها زي ما قلت لكم 4 تربع. وهنعمل الكمية بتاعتنا كلها بنفس الطريقة دي. تمام كده. ونبدأ برضو كده نرصهم ايه
جنب بعضهم لحد ما نخلص كمية العجين اللي احنا مقورينها. بعد كده بقى بناخد العجين اللي احنا كورناه ده ونبدأ نفرده بقى بسمك رغيف العيش. عارفين سمك رغيف العيش اللي هو ايه بقى؟ مش رقيق قوي، يعني احنا طبقناه الاول وعملناه ولمناه في بعضه كده 4/4 وبعدين ركناه. بعد كده خدنا بقى اول واحدة عملناها وبدأنا نفرد كده واحدة واحدة لحد ما يبقى سمك الرغيف، ونبدأ بقى في زيت مقدوح على النار، وننزل في الطاسة بالفطيرة بتاعتنا، ونحط عليها كده من الزيت المغلي كده من فوق علشان تنفخ معانا وتورق. طبعا الفرد بتاعنا بيخليها تبقى مورقة من جوه. الطريقة دي حلوة، بتخلي الفطيرة بتاعتك شبه الفطير المشلتت كده، بتبقى فيها توريقة وبتبقى مش مجلدة زي الفطير المقلي العادي. الناس بتفرده زي الرغيف كده بس، وايه، فردة واحدة وبتقلي. فالطريقة دي جربيها تعجبك قوي، وهتطلع الفطير معاكي هايل جدا. وما بياخدش وقت والله خالص. يعني كله من اول الموضوع لاخره كان نص ساعة. عملت منهم كمية فطير حلوة، حلوة وحادق كمان. المهم بقى بنفضل كده نحط زيت عليها طول ما هي بتستوي لحد ما تنفخ معانا من جميع الجهات بتاعتها كده، ونقلبها لما تحمر. لو لقيناها لسه لونها فاتح مش هنقلبها، يعني لان هي لما بتحمر بتبقى مستوية احسن، ما بتبقاش مجلدة. لكن لو طلعت لونها مش ذهبي كده بتبقى في الاكل بتاعها مجلدة ومش حلوة. فاحنا نعملها كده، نحمرها كويس ونحط عليها زيت وهي بتستوي كده من على الوشين لحد ما تحمر وتاخد اللون الذهبي الجميل ده. طلع بقى كده، وهنبدأ نحط عليهم السكر، سكر سنترفيس، سكر بودرة، اي حاجة موجودة عندك اعمليه، هو جميل جدا وطعمه بيبقى تحفة. شايفين طالع شكل الفطير اللي بيبقى في المخابز؟ والله لو مش لو حد شافه من غير ما يشوفني وانا بقليه هيفتكروا ان هو مخبوز في الفرن، مش شارب ولا نقطة زيت، وفي نفس الوقت منفوش كده. وشايفين بوريكم منفوخ وطري ومورق ما شاء الله. يعني انا هقطع لكم كده منه، شايفين بيتقطع طري، باين انه طري وحلو قوي ومورق من جوه اهو. بالطريقة دي بتعملي الفطير المقلي بتطلع افضل نتيجة بصراحة. وهنعمل كمان يعني ده كده جزء حلو كده بالسكر. تقدري تعملي منه كمان النص كيلو بيطلع كمية حلوة مش وحشة، طلع طبقين ما شاء الله فطير. عملنا شوية بسكر وشوية سادة كده للي عايز ياكل بجبنة او حاجة. جميلة قوي الطريقة، مش شارب زيت ولا اي حاجة، ولونه ذهبي ويجنن وطعمه جميل جدا. جربوه مش هتندموا ان شاء الله. طريقة حلوة. وطبعا الناس بتوع زمان كانوا بيعملوه الفطير المقلي ده، بس انا جددت في الطريقة شوية. طريقة حلوة على فكرة الولاد بيحبوه. خفيف يعني مش شارب زيت بالمرة. وكمان هقطع لكم من السادة ده برضو طالع حلو برضو، و بيبقى حلو في لو كلناه بالجبنة او كلناه كده من غير اي حاجة، او كلناه بالعسل من غير سكر، يعني يبقى بالعسل. فهقطعه لكم برضو هتلاقوه جميل قوي، شبه الفطير المشلتت، شبه فطير المخابز كده شوية. شايفين
طري قوي وحلو ومورق من جوه. دي اهم حاجة عندي، التوريقة دي بتديله طراوة من جوه، بتخليه طري وبتخليه مش مجلد ومش مش بيشد في الاكل زي الفطير المقلي اللي اي حد بيعمله. فالطريقة دي حلوة قوي والله بجد، جربتها وعجبتني قوي. وكده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون نال اعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم